سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. الكلام لبراد بيت لأنه عم بيسوق سيارة فورمولا وكتير مسرع. ما هو سوني هيز يعني براد بيت رح يكون صانع نجم جولة فورمولا 1 في فيلم اسمه F1. الأشقر الأمور حيمثل دور بطل فورمولا 1 معتزل رح يرجع للحلبات، وهذا الحكي لتدريب شاب جديد اسمه جوشوا. رح يشارك في العمل كممثل ومنتج ومستشار ومدرب بطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاملتون. وبيقولوا كمان انه حيظهر في الفيلم فيرشتابن أو فيرستابن. بتعرفوا إنه الفيلم تصور بوقت واحدة من الجولات الحقيقية، وتحديداً خلال جولة جائزة بريطانيا الكبرى، وتم تجهيز مرآب خاص لهذا الفريق الخيالي بين مرآب فيراري ومرسيدس. حتى إنه صناع الفيلم استعانوا بخبراء حقيقيين من الفورمولا 1، واللي حتشوفوه قيادة حقيقية للسيارات. براد بيت ساق بنفسه سيارات السباق في الفيلم، لكنها ما كانت سيارة فورمولا 1، كانت سيارة فورمولا 2 معدلة خصيصاً من قبل شركة مرسيدس، يعني كهيكل وشكل وهي تفاصيل، عشان تكون واحدة من 6 سيارات صنعت خصيصاً للفيلم. من الأشياء المثيرة للاهتمام إنهم خضعوا لتدريبات ما بتفهم، حتى إنهم ساقوا السيارات بسرعة جنونية 290 كيلومتر في الساعة قدام جماهير حقيقية خلال السباقات. تخيلوا إنه براد بيت ما كان يعرف إنه رح يكون بين جماهير حقيقية. المخرج قال له قبلها بدقيقة، يمكن عشان ما يتوتر. وعشان كل هذا الأداء الخرافي اتلقى عن دوره في الفيلم $30 مليون يا بلاش. منتجي العمل منتظرين انه يحقق ارباح كتير كبيره، والتوقعات بتقول انه رح يزيد من شعبيه فورمولا 1 في العالم. وانتم شو بتتوقعوا للفيلم؟ والاهم مين بتشجعوا بفورمولا 1؟ والاكثر اهميه، اصلا بتحبوا الفورمولا 1 ولا لا؟